مش كتير مننا بيجيله إحساس ولو للحظة إننا متأخرين، كأن في سباق كل الناس بتجري فيه ووصلت وإحنا الوحيدين اللي لسه واقفين مكاننا. إحساس كده هادي بس تقيل، بيخلي الواحد يقعد يفكر بينه وبين نفسه هو أنا بعمل إيه غلط؟ طب إيه رأيك لو قلتلك إن مفيش أي حاجة غلط فيك خالص، وإن المشكلة الحقيقية في حاجة تانية خالص، حاجة إحنا بنتعامل معاها على إنها حقيقة مسلم بيها، وهي في الواقع مجرد خط زمني وهمي بيتحكم في قراراتنا من غير ما نحس. النهاردة هنفكك الموضوع ده سوا. هنتكلم عن الخط الزمني الخفي ده، وهنشوف إزاي بنقع في فخ المقارنات، وليه الخريطة اللي بنمشي عليها دي أصلاً ما بقتش تنفع في زماننا. والأهم من كل ده، إزاي كل واحد فينا يقدر يبني البوصلة بتاعته ويمشي بالسرعة اللي تريحه. يلا بينا. طيب، خلينا نبدأ بأول نقطة عشان نفهم أصل الضغط ده جاي منين، وهو اللي بنسميه الخط الزمني الخفي. الفكرة دي اسمها الساعة الاجتماعية. تخيل معايا كده إن في جدول زمني مش مكتوب، بس كلنا عارفينه وحاسينه. الجدول ده بيقول المفروض نتخرج إمتى، نشتغل إمتى، نتجوز إمتى، ونخلف إمتى. مفيش قانون بيقول كده، بس دي توقعات المجتمع اللي بنتشربها من واحنا صغيرين. والمشكلة بقى إن الساعة الاجتماعية دي مش بتفضل مجرد ضغط خارجي، لأ، دي شوية بشوية بتدخل جوانا وبتتحول لصوت داخلي بيلومنا ويشكك فينا. وهنا بالظبط بنقع في فخ المقارنات. فجأة بنلاقي نفسنا بنقيس نجاحنا بالتوقيت مش بالنمو اللي بنحققه. يعني مش مهم أنا اتعلمت إيه، المهم وصلت ولا لسه. والضغط ده بيزيد جدا مع كل بوست بنشوفه على السوشيال ميديا لحد بيتجوز أو بيترقى، أو مع كل سؤال بريء زي ها مش هنفرح بيك بقى. في اللحظة دي الضغط ما بيبقاش جاي من بره، بيبقى من جوه. طيب، ليه المقارنة دي مؤذية قوي كده؟ بص، ببساطة لأنها مش عادلة أبداً. إحنا بنقارن كواليس حياتنا بكل لخبطتها وتعبها بشاشة عرض حياة حد تاني اللي بيختار يعرض عليها أحسن لقطات بس. وده طبعاً بيخلق وهم إن كل الناس سابقة، وبيخلي أي خطوة بناخدها تبان صغيرة وبطيئة. المقارنة دي بتولد ضغط مش بتولد نمو. بس الموضوع طلع أعمق من مجرد مقارنة. النقطة الجوهرية هنا هي إن الساعة الاجتماعية اللي بنقيس عليها دي هي نفسها فكرة قديمة جدا، أشبه بخريطة بايظة بنحاول نمشي بيها في عالم جديد ومختلف تماماً. يعني الجداول الزمنية دي اتصممت في وقت كانت الحياة فيه واضحة ومساراتها متوقعة. تخلص مدرسة، تدخل جامعة، تتخرج، تشتغل في مكان واحد لحد ما تطلع معاش. النهاردة الوضع اختلف تماما. التعليم ممكن ياخد وقت أطول، الشغل نفسه بقى متغير، وممكن الواحد يغير مساره المهني أكتر من مرة. ده غير الضغوط المادية اللي زادت أضعاف. بالظبط كده. الموضوع عامل زي ما نكون ماسكين خريطة قديمة للقاهرة وبنحاول نوصل بيها المكان في العاصمة الإدارية. مستحيل طبعاً. لما بنستوعب ده، بنفهم إن إحساسنا بالتأخير مش عيب فينا، ده نتيجة طبيعية جدا لأننا بنستخدم أداة غلط في عالم متغير. طيب، تمام. لو الخريطة القديمة دي مش نافعة، إيه الحل؟ الحل إننا ببساطة نرميها، وبدلاً منها نبدأ نبني البوصلة الشخصية بتاعتنا. بوصلة تحدد معنى النجاح بالنسبة لنا إحنا. وده بيعتبر تحول حقيقي في طريقة التفكير. يعني بدل ما السؤال يبقى أنا ماشي في الميعاد الصح، السؤال الجديد بيبقى هل أنا ماشي في الاتجاه اللي يهمني وبحبه؟ هنا النجاح بيبقى مرتبط بالمعنى والقيمة مش بالوقت والسرعة. والعملية دي ليها خطوات عملية واضحة. أول حاجة هي الوعي، إننا نبدأ نلاحظ ونفلتر الأفكار اللي جاية من بره. تاني حاجة هي التساؤل، ونسأل نفسنا بجد، هل الأهداف دي بتاعتي أنا فعلاً ولا دي أهداف المجتمع؟ وأخيراً الاختيار، إن قراراتنا تبقى نابعة من قيمنا ومبادئنا إحنا، مش من المفروض نعمله. وكل ده بيوصلنا لآخر وأهم نقطة في رحلتنا النهاردة، الثقة في سرعتنا الخاصة وفي قوة فكرة الاستعداد. اللي الناس ممكن تشوفه من بره على إنه تأخير، هو في الحقيقة ممكن يكون أهم فترة تحضير وتجهيز من جوه. أحياناً لما الواحد ياخد وقته، ده معناه إنه بيبني أساس أقوى وبيفهم نفسه أكتر، وقراراته بتكون أنضج بكتير. يعني سرعتك المختلفة دي هي اللي ممكن تكون مصدر قوتك الحقيقي. إنك تعيش بالسرعة اللي تريحك ده معناه إنك بتاخد قراراتك لما تكون مستعد، مش لما تكون مضغوط. معناها إنك بتدي لنفسك مساحة تستكشف وترتاح وحتى تغير رأيك لو حبيت. معناه إن حركتك لقدام بتكون مقصودة وواضحة، والأهم إنك بتحافظ على سلامك النفسي. الحياة وقتها بتبطل تكون سباق وبتبقى رحلة ليها معنى. وفي النهاية افتكر دايما إن المهم مش إمتى الحاجة بتحصل، المهم إحنا بنكون مستعدين إزاي لما تحصل. رحلتك هي رحلتك أنت لوحدك بكل محطاتها، وليها قيمتها وتوقيتها المثالي. ثق في توقيتك.